اهلا بكم اعزائي طلبه الصف الاول اعدادي مع الدرس الثاني من دروس الجغرافيا، درس الاقاليم المناخيه. اولا لازم اعرف يعني ايه كلمه اقليم مناخي. الاقليم المناخي هو منطقه من سطح الارض قد تكون متصله او منفصله بتتشابه في العناصر المناخيه من حيث الحراره والرياح والامطار. مش فاهم؟ بمعنى ممكن تكون منطقه من سطح الارض، دوله زي مصر ودوله زي الولايات المتحده الامريكيه، دي دوله، دول منفصلين ولا متصلين؟ لا منفصلين. فممكن يكون في بعض المناطق في مصر متشابهه في حرارتها مع بعض المناطق في الولايات المتحده الامريكيه، او ممكن تكون منطقه متصله، بمعنى دوله زي مصر فيها منطقتين زي مثلا اي محافظه من المحافظات، محافظات اسيوط، محافظه المنيا، محافظات الصعيد، محافظات الدلتا، وبين مثلا اسكندريه، دي منطقه متصله من سطح الارض ممكن تتشابه فيها الخصائص المناخيه. فيما معنى الكلام ان الاقليم يعني منطقه، ان انا بدرس منطقه من سطح الارض ممكن تكون يا اما متصله او منفصله لتشابه في خصائصهم المناخيه، حراره ورياح وامطار. طب وايه العوامل اللي بتؤثر في الاقاليم المناخيه اللي بتجعل المناخ بيختلف من مكان لاخر؟ طبعا التشابه اللي احنا بنتكلم فيه دوت هو تشابه يا اما في كميه الامطار، يا اما في درجه الحراره، يا اما كمان ممكن يكون في نوع الرياح واتجاهها. طيب تمام. لما اجي اتكلم عن الاقاليم المناخيه، الاقاليم المناخيه ايه؟ انا عندي 4 اقاليم مناخيه مهمين. اول اقليم مناخي هو الاقليم الحار. الاقليم الحار اللي هو بيمتد من دائره عرض صفر اللي هي دائره عرض خط الاستواء الى 30 شمال وجنوب خط الاستواء. طيب الاقليم الحار ده ينقسم لايه؟ ينقسم الى مجموعه اقاليم اخرى، زي الاقليم الاولاني اسمه الاقليم الاستوائي شبه الاستوائي، وده اللي بيمتد من دائره عرض من 0 ل 10 دائره عرض شمال خط الاستواء ل 10 دائره عرض جنوب خط الاستواء. طيب الاقليم الاستوائي موجود فين؟ طبعا عند منطقه خط الاستواء. ايه هي الخصائص المناخيه اللي بتميز المناخ بايه؟ بيقول المناخ هذا الاقليم بيتميز بان الحراره مرتفعه طول العام والامطار غزيره طول العام، وده بسبب القرب من خط الاستواء. الاقليم الثاني من ضمن الاقاليم الحاره هو اسمه الاقليم المداري او السافانا. الاقليم المداري او السافانا هذا الاقليم بيعتبر من ضمن الاقاليم الحاره. الاقليم المداري او السافانا بيعتبر من ضمن الاقاليم الحاره، او الاقليم دوت من خصائصه المناخيه ان الحراره فيه مرتفعه طول العام، لكن الامطار بتكون في فصل الصيف فقط. طيب لما اجي اتكلم عن الاقليم الثالث اسمه الاقليم الموسمي. الاقليم الموسمي دوت ده بيبقى موجود في جنوب شرق قاره اسيا. جنوب شرق قاره اسيا الاقليم الموسمي. طب وصف المناخ بتاعه، الحاله الخصائص المناخيه بتاعته ايه؟ الخصائص المناخيه لهذا الاقليم هو ان بيكون في الصيف حار معاه امطار، والشتاء جفاف ما فيهوش امطار يعني. طيب وبارد كمان، بيبقى الصيف حار وامطار والشتاء بارد وجاف، وده بتكون فيه امطار موسميه سواء كانت صيفيه او شتويه. النوع الرابع من الاقاليم الحاره اسمه الاقليم الصحراوي الحار. الاقليم الصحراوي الحار ده بيمتد من دائره عرض 18 ل 30 شمال وجنوب خط الاستواء، واغلب الاقاليم الصحراويه الحاره بتبقى موجوده في غرب القاره. طيب الاقليم الصحراوي الحار لما اجي اوصف مناخه سهل جدا. وصف مناخه بتكلم فيه ان الصيف في النهار حر، وفي الشتاء في الليل بارد، يعني في النهار في الصيف حر والشتاء في الليل بارد، والامطار بتكاد تنعدم وتكون نادره. ده بالنسبه للاقاليم الحاره. الاقليم الثاني من ضمن الاقاليم المناخيه هو اسمه الاقليم المعتدل الدفيء. الاقليم المعتدل الدفيء ليه 3 اجزاء، جزء في شرق القارات، وجزء في وسط القارات، وجزء في غرب القارات. الاقليم المعتدل الدفيء او ممكن بنسميه اسمه الاقليم الصيني، ده اللي موجود في شرق القارات عشان دوله الصين من ناحيه الشرق. طيب الاقليم المعتدل الدفيء ده في شرق القارات، يبقى عرفت موقعه. لازم اعرف برضه ان الاقليم المعتدل الدفيء ده بيمتد من دائره عرض 30 ل 45 شمال وجنوب خط الاستواء. انا وقفت في الاقليم الحار من 10 ل 30. من الاقليم المعتدل اللي هو الدفيء من 30 ل 45 شمال وجنوب خط الاستواء. طيب الاقليم المعتدل الدفيء اللي هو اول واحد جزء منه هو اسمه الاقليم الصيني. ايه الحاله المناخيه بتاعته؟ الحاله المناخيه او وصف الحاله المناخيه بتاعته بقول في ان الصيف حار والشتاء دفيء وممكن اقول معتدل، والامطار عندي طول العام. طبعا ده موجود فين؟ موجود في شرق القاره. اما الاقليم اللي هو اسمه
الصحراوي المعتدل اللي موجود في وسط القارات. الاقليم ده بيتميز بقله الامطار، طبعا الاقليم بيتميز بقله امطار طول العام، وممكن تسقط بشكل خفيف جدا في فصل الصيف. الاقليم الثالث اللي هو في غرب القارات اسمه اقليم البحر المتوسط. اقليم البحر المتوسط هو موجود في غرب القارات. الخصائص المناخيه لهذا الاقليم متمثله في ايه؟ في اني عندي الصيف حار، الشتاء معتدل، الامطار في فصل الشتاء، او زي ما ممكن بنقول حر جاف صيفا دفيء ممطر شتاء. ده بالنسبه للاقليم المعتدل الدفيء. الاقليم الثالث اسمه الاقليم المعتدل البارد. الاقليم المعتدل البارد اللي بيمتد من دائره عرض 45 ل 60 شمال وجنوب خط الاستواء. الاقليم المعتدل البارد زي الاقليم المعتدل الدفيء بالظبط، في جزء منه في الشرق وجزء منه في الوسط وجزء منه في الغرب. الاقليم المعتدل البارد اللي موجود في الشرق اسمه الاقليم المعتدل البارد، وبعدين هناخده اسمه في ثالثه اعدادي باذن الله اسمه الاقليم اللورنسي، بس احنا علينا في الصف الاول اعدادي اسمه الاقليم المعتدل البارد فقط. الاقليم المعتدل البارد الموجود في شرق القارات، هذا الاقليم بيتميز بان الصيف معتدل والشتاء بارد والامطار طول العام. اما الاقليم اللي في وسط القارات اسمه الاقليم القاري البارد. الاقليم القاري البارد ما يختلفش كتير عن اللي فات. بقول برضو ان الصيف فيه بيكون دفيء والشتاء بارد والامطار بتكون طول العام. يعني في امطار في الصيف وفي امطار في الشتاء، فممكن اقول في الامطار طول العام، او الصيف فيه الامطار قليله والشتاء فيه امطار، فممكن اقول الامطار فيه طول العام. الاقليم اللي هو في غرب القارات اسمه اقليم غرب اوروبا. طب غرب القارات عرفت مكانه، ايه الخصائص المناخيه لغرب اوروبا؟ الخصائص المناخيه لغرب اوروبا ان الصيف دفيء او معتدل والشتاء بارد والامطار طول العام، وسبب ان الامطار طول العام في هذا الاقليم بسبب هبوب الرياح الغربيه العكسيه. اخر اقليم اعزائي الطلبه من ضمن الاقاليم المناخيه هو اسمه الاقليم البارد. الاقليم البارد بيمتد من دائره عرض من 60 ل 90. انا واخد الترم الاولاني بيقول ان دوائر العرض عندي ممكن تكون بتبدا من 90 درجه شمالا و90 درجه جنوبا. اذا وصلت انا عندي الى 90 من 60 ل 90 الاقليم البارد. الاقليم البارد ليه جزئين، اسمه اقليم التندر البارد، او اسم ثاني اسمه اقليم الجبل. لما نتكلم عن الاقليم الجبلي هو اي جبل او اي منحدرات جبل في العالم بيتراكم عليها الثلوج، وده خدناه في بدايه الدرس الاولاني، لان كل ما بيرتفع 150 متر بتتراكم الثليج او الثلوج على قمم الجبال. الاقليم الثاني اسمه الاقليم التندر البارد. اقليم التندر البارد ده موجود في طبعا اقصى الشمال القارات في الشمال والقاره القطبيه الجنوبيه. طيب الاقليم التندر البارد ايه هي الحاله المناخيه بتاعته؟ بقول ان الصيف قصير وبارد وامطار، والشتاء شديد البروده وامطار على شكل ثلوج وطويل. ده بالنسبه للاقاليم البارده. وبكده اعزائي الطلبه خدنا درس الاقاليم المناخيه، وعرفنا ان الاقاليم بتختلف سواء كان من ضمن الاقاليم سواء كانت حاره او معتدله دفيئه او معتدله بارده او اقاليم بارده. بديت من دائره عرض 0 لغايه 90 سواء كان شمال او جنوب خط الاستواء. شكرا لكم.